أهلا بكم في قناة قصة على الماشي. النهاردة معانا قصة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. تعال بينا نعرف القصة من البداية. في عمارة صغيرة في القاهرة عايش شاب اسمه عمر، بيشتغل ليل نهار وملوش كلام مع الناس. كل اللي في عمارة بيلاحظوا إن عمر دايما بيرجع متأخر، حوالي الساعة 3 الفجر، وبيشيل شنطة سودا كبيرة دايما على كتفه. الست اللي ساكنة تحتيه بتقول أنا كل يوم بسمع صوت غريب جاي من شقة عمر، أكن في حاجة تقيلة بتتجرع على الأرض. بس الغريب إن عمر ساكن لوحده. في يوم من الأيام الكهرباء قطعت، والبواب شاف من الشباك الدور الرابع نور خفيف أحمر طالع من شقة عمر. الراجل خاف لكنه سمع صوت حاجة بتتفتح وبتتقفل، بعدها صوت نقط بتنزل كل ثانية. تاني يوم كل الناس شافت مية حمرا نازلة من السقف في شقة الجارة اللي تحتيه. الشرطة جت خبطت على باب عمر، مفيش أي رد. كسروا الباب ولما دخلوا الشقة كانت شبه فاضية، بس فيها تلاجة كبيرة في نص الأوضة، جواها تلج وريحة غريبة ولون أحمر غريب. المفاجأة لما فتحوا التلاجة لقوا جثة واحدة من السكان اللي اختفت من أسبوعين، وكان التلج حافظها بشكل غريب. التحقيقات اكتشفت إن عمر كان فني تشريح سابق في كلية الطب، واترفد بسبب قضايا سرقة أعضاء بشرية. الشقة كانت معمولة زي معمل صغير فيها أدوات حفظ وتشريح، وعمر ما كانش موجود، اختفى قبل ما الشرطة توصل بدقايق. الكاميرا سجلت إنه خرج الساعة 2:30 بالليل، ماشي بهدوء وشايل الشنطة السوداء. كل فترة بيظهر نفس الوصف لعمر في محافظات مختلفة، شاب نحيف هادي ساكن لوحده، بيرجع دايما متأخر وبيختفي بعدها. والناس ابتدت تسميه الجار رقم 7 لأنه دايما بيختار الشقة رقم 7. بعد ما الشرطة فتحت الشقة ولقت الجثة في التلاجة، بدأت التحقيقات تتوسع، وأول حاجة لاحظوها إن كل المفاتيح كانت في مكانها، يعني مفيش كسر أو اقتحام، يعني اللي دخل الشقة كان هو صاحبها. التحريات جابت سجل عمر، شاب اترفد من كلية طب قسم التشريح، اتفصل بعد واقعة اختفاء عينين من جثة متبرع. اشتغل بعدها في مستشفى خاصة لكنه استقال فجأة بشهر. مفيش أي عنوان ثابت ليه بعد كده، كأنه بيتنقل كل شوية. المعمل الجنائي فحص التلج اللي كان في التلاجة ولقوا عليه آثار مادة كيميائية اسمها فورمالين، مادة بتستخدم في حفظ الأنسجة البشرية، وده اللي أكد إن عمر كان بيشتغل على جثة بطريقة علمية مش لمجرد القتل. وفي نفس الوقت المباحث لقت على الكمبيوتر بتاعه ملفات فيها صور لأعضاء بشرية وملف باسم التجربة رقم 7. الملف كان مقفول بكلمة سر محدش عارفها. خبير الكمبيوتر في الداخلية قدر يفتح الملف بعد 3 أيام. المحتوى كان صادم، سلسلة فيديوهات لعمر وهو بيعمل تجارب طبية على الجثث بهدف اختبار تحلل الأنسجة بدون أكسجين. وفي آخر فيديو كان بيقول العلم محتاج تضحيات، وأنا اخترت أكون التجربة رقم 7، وده اللي خلى الصحافة تسميه الجار رقم 7. بعد تعميم صورته في كل المحافظات، بعد أسبوعين جالهم بلاغ من اسكندرية إن صاحب عمارة بيقول إن في شاب جديد ساكن في الشقة رقم 7 اللي عنده، بيطلع وينزل بعد نص الليل. المباحث راقبت المكان، فضلوا يتتبعوه 3 أيام، لحد في الليلة الرابعة شافوه داخل شايل شنطة سودا زي اللي وصفت في بلاغ القاهرة. استنوه يطلع لكنه ما خرجش تاني. فريق الاقتحام دخل الساعة 4 الفجر، لقوه في المطبخ قاعد بكل هدوء بيكتب حاجة في الكشكول. أول ما شافهم رفع إيده بكل هدوء قال كنت عارف إن التجربة دي عمرها ما تكمل. الشرطة لقت في الشقة جثة تانية لكن مكتوب على الحيطة بخط صغير ده آخر نموذج، والعلم هو اللي هيتكلم. تم القبض عليه بدون أي مقاومة، وفي التحقيق اعترف إنه كان بيجرب يوقف تحلل الجثث بهدف إنه يخلي الجسم خالد. قال إنه ما كانش قاتل، لكن بعد ما بدأ يفشل بدأ يختبر على الأحياء من غير ما يقصد. في المحكمة اتضح إنه عنده اضطراب عقلي نادر بيخليه مؤمن إن اللي بيعمله ده بحث علمي مش جريمة. اتحكم عليه بالسجن المؤبد واتنقل لمستشفى الأمراض العقلية تحت حراسة مشددة جدا. بس الغريب وهما بينقلوه اختفى التقرير الطبي الأصلي اللي فيه كل التفاصيل عن التجربة رقم 7، ولحد النهاردة محدش يعرف هو اختفى فين. لو عايز نعمل الجزء التاني ياريت تقولنا في التعليقات. اشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد. أهلا بكم مرة تانية في قناة قصة على الماشي.